في عمليات جراحية بتحصل في الدماغ والمريض بيبقى صاحي. النوع ده من العمليات مش بيستخدم مع أي حالة. بيحصل لما يكون الورم أو المشكلة قريبة من منطقة مسؤولة عن النطق أو الحركة أو الذاكرة. لازم المريض يكون صاحي عشان الدكتور يتابع رد فعله ويحافظ على المناطق دي من التلف، وده عشان يساعد الجراحين يتجنبوا الضرر في المناطق الحساسة في الدماغ. خلال الجراحة بنطلب من المريض إن هو يتكلم أو يحرك دراعه عشان نراقب الاستجابة لحظة بلحظة. الجراحين بيقدروا يتنقلوا بدقة حوالين المناطق الحرجة، وده بيخليهم يضمنوا إن الوظائف الحيوية في المخ تفضل زي ما هي من غير أي ضرر. المخ هو المسؤول عن الإحساس بالألم، بس هو نفسه مفهوش نهاية عصبية للألم. الدكاترة بيقدروا يعملوا عمليات في الدماغ والمريض بيبقى صاحي، يعني لو استأصل الورم جنب مركز النطق يخلي المريض يتكلم معاه أثناء العملية. الجراح يشتغل بدقة وهو عارف كل حركة بتأثر عليه. والميزة الأكبر إننا بنقدر نحافظ على الوظائف الأساسية في المخ والكلام والحركة والذاكرة، بنخليهم زي ما هم، وده بيزود فرص الشفاء وبيقلل المضاعفات بنسبة كبيرة عشان المريض بيشارك معاه في العملية. العملية دي آمنة جدا، مستخدمة في العالم كله بقالها سنين، وكل ما التكنولوجيا بتتطور كل ما بقت دقتها أكتر وأمانها أعلى. متنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة.